عربية. فابينيو يأتي اليوم صفقة كبيرة جدا تنضم إلى النمور، مجموعة من الصفقات. انظروا إلى دكة البدلاء، لك أن تتخيل أن كل هذه الأسماء ما شاء الله في مقاعد البدلاء، لك أن تتصور هذا الكم من الزخم من النجوم المتواجدين في مقاعد البدلاء. علاء قائد فريق الشرطة وأحمد شراحيلي في الاتحاد. أهم شيء السلامة، ما نبغى أحد يتعور، الأجواء والفار موجود، ما نبغى تجمع لاعبين. يلا يا ابطال يلا حلوين. خلي الضيف يختار. علاء عندك الأزرق والأخضر. لا ولا الأخضر. هاي الأزرق. أنت الأزرق والأخضر عندك. وين تبغى تلعب ولا الكورة؟ اختار علاء. الكورة. طب والكورة وين تبغى تلعب؟ تبغى تلعب هناك. يلا تعال خلينا ناخذ صورة. إذن شاهدنا وإياكم قرعة البداية في هذا اللقاء ما بين الاتحاد وما بين الشرطة العراقي في هذه المجموعة الأولى، في هذه المجموعة التي بالتأكيد ننتظر فيها الأداء الكبير ما بين الجانبين وما بين الفريقين بحول الله تعالى. في هذه المجموعة التي يأتي الشرطة العراقي فيها وهو لديه 4 نقاط، بينما الاتحاد يتصدر المجموعة حتى الآن بالنقاط ال6 لهذه المواجهة الأخيرة في المجموعة الأولى والتي تجمع ما بين الاتحاد وما بين الشرطة العراقي. في انتظار إن شاء الله فرجة كروية جميلة ما بين الفريقين بحول الله تعالى. أحمد علوان المدرب، أحمد علوان صلاح، بينما نونو سانتو في الجانب الآخر. حضور جماهيري كبير كالعادة بلا شك، والأسماء التي تواجدت وقدمت اسمها وسطرتها بالتأكيد بأحرف من ذهب، وكيف لنا أن نذكر ذلك ونحن نتحدث عن الأسماء الكبيرة. صافرة البداية بسم الله الرحمن الرحيم بالتمرير، لكن طبعا لسه بدري الحديث عن موضوع التأهل، موضوع التواجد، موضوع الصعود. الكرة بتعود بخاطئة بعد كرة وصلت إلى عوض، مشاها إلى مروان، مررها إلى كمارا عرضية، لكن التغطية الدفاعية والكرة بقرار حكم المباراة إلى ركلة مرمى فيها أمير كرار، فيها بيوصل الكرة على طول إلى فهد اليوسف في الجهة اليمنى، عرضية من فهد يوسف اللاعب السوري الآخر في تشكيلة الشرطة من اتجاه أحمد فرحان. أحمد لاعب على لاعب يتقدم، مرة من مده ولكنها عدت ومرت بصافرة أيضا من حكم المباراة عمار الجنيبي، حكم المباراة الإماراتي الذي يتواجد معه في غرفة الفار أيضا عادل النقبي، حكم المباراة الإماراتي الآخر المتواجد في غرفة الفار. هنا لقطة مهند الشنقيطي، المرور والتقدم من أمام أحمد يحيى ومن ثم التدخل. شوفوا الجماهير العراقية، شوفوا التفاعل، الكل يمول، الكل موجود، الكل يشجع، الكل يتراقص. والكرات الثابتة بتواجد أحمد شراحيلي، هارون كمارا، عرضية رأسية بتتخلص لداعود. الله بالصف الأول ولا بالصف الثاني؟ الاتحاد لا يبحث إلا عن الأول، لا يبحث إلا عن الأول، المتصدر في رحلة تأكيد الصدارة. من هنا تنطلق الفريق العراقي، بالتأكيد سيبحث عن ردة الفعل، سيبحث عن العودة من جديد إلى المباراة. راح نشوف هل من هنا يعود، هل من هنا يعود. كان قريب لكنها عدت، كان قريب لكنها ما زالت لدى الجهة اليسرى، لدى أحمد فرحان، ومن أجل فرحة عراقية تقابل الفرحة الاتحادية. الاسم الكبير الذي يتواجد مع العميد في هذه الفترة، والصورة دائما تظهر على أيضا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار ابن سعود محافظ الطائف. الاتحاد يتقدم، كمارا راح عديه يا كمارا،
يا كمارا خذ خطوة أخرى ومر من الحارس يا كمارا. الكرة عدت وتصدى لها باسل، تصدى لها باسل ويقول للدفاع ماذا يحدث بنا اليوم؟ ماذا يحدث بنا اليوم؟ أقول لك شيء يا أحمد باسل، قبل المباراة مدرب أحمد صلاح يقول لا احنا نبغى الاتحاد بكامل نجومه وأسماءه، لك أن تتصور. لكن تعود من جديد. سلطان الفرحان أداء طيب في الشوط الأول، أداء طيب من عوض الناشري في الشوط الأول، أداء طيب من مهند، من مسعود، من زكريا، من شراحيلي، من البقية. الكرة إلى محمود المواس، محمود والشرطة من أجل العودة، الشرطة من أجل التعديل، عرضية عراقية. هنا شراحيلي لتعود، ليست كبا مسعود، ليست كبا مسعود، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة الاتحاد. التحية الكبيرة لبنزيما، لروما، لحمد الله، للأسماء المتواجدة. انطلقت لتنطلق أفراح العميد في كل مكان، هنا في الطائف، هناك في أبها، هناك في جدة، هنالك في مكة، هناك في عديد مدن المملكة العربية السعودية. وهل تعلم عزيزي المشاهد أن لدى الاتحاد شعبية جارفة في العراق؟ في العراق لديه شعبية جارفة جدا الاتحاد، لذلك لا تستبعد أن هنالك أيضا الكثير من عشاق الاتحاد في العراق السعداء بنتيجة الشوط الأول الذي ينتهي الآن بصافرة الإماراتي عمار الجنيبي. في انتظار شوط المباراة الثاني الذي يبدأ الآن. مشاهدينا متابعينا، عبد الله الغامدي يحييكم. فإن بالنتائج الحالية الاتحاد سيتصدر، والشرطة العراقي سيكون المتأهل الثاني عن هذه المجموعة، وسيغادر الترجي إلى جانب صفاقسي. كرة إلى مروان، الاتحاد في الهجوم. بداية الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني، سقط صالح. عمار يقول خطأ، عمار يقول خطأ. حكم المباراة الإماراتي عمار الجنيبي بعد تدخل من أحمد يحيى أو مناف يونس. خارج منطقة الجزاء، خارج منطقة الجزاء. عمار الجنيبي يحتسب خطأ. عمار الجنيبي اللاعب اللي هالفترة سيكون مع نونو سانتو، ونونو يقول بأنه واحد من اللاعبين الذين سيقدمون الإضافة الكبيرة. شاهدته كثيرا في الموسم الماضي. وهنا كمارا الذي يمر يتقدم، الذي يمر يتقدم. كمارا لعب على لاعب. أوه يا كمارا، أوه يا كمارا، أوه يا كمارا، أوه يا كمارا. بينما هنا المدرج الجميل، المدرج الذي يشكل الشاب الصغير بال19 سنة، يترك مكانه هو وهارون كمارا أيضا الذي يترك مكانه للاعب كريم بنزيما. عودة باتجاه صالح، وعبد الرزاق حمد الله أيضا الذي يشارك، التي ستتواجد في الدقائق القادمة. يتقدمهم النجم الكبير أسطورة ريال مدريد. استمعوا لهذه التحية والأصوات. هنا كريم بنزيما إذن، هنا كريم بنزيما إذن، وجمهور الاتحاد روح الفريق، الرقم 1، المدرج الذهبي، المدرج الوفي، المدرج الذي يحقق الأرقام القياسية مرة تلو مرة، سنة تلو الأخرى في الأرقام القياسية. لا تبحث عن من ينافس الاتحاد لأنك ستجده نفسه. كرة قوية، التسديدة الثانية على مرمى جروهي، لكن وصلت إلى مارسيلو جروهي. عدت باتجاه عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري في الموسم الماضي، صاحب 24 مساهمة مع الاتحاد بعد أن سجل 21 هدف وصنع 3 أهداف. إيغور كورنادو والتمريرة إلى الأمام، عدت إلى عبد الرزاق حمد الله قوية. لا 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 يا عبد الرزاق، الفرصة الكبيرة هذه من حمد الله تضيع ما تتصدق، هذه من حمد الله تضيع ما تتصدق. يا فيصل جاسم ما تعرف عبد الله، ما تعرف عبد الرزاق، تخطئ أمامه بهذا الشكل كاد أن يعاقبك أشد عقاب، لكن
من حسن حظك أن الكرة اعتلت المرمى وانتهت أجواء صخب. هذا أمير صباح يلعب الكرات الثابتة وحتى الرميات الجانبية طويلة إلى الأمام، خطيرة لو عدت، خطيرة لو عدت، خطيرة لو عدت. الكثارة الخضراء تعدل النتيجة. شرطة العراق تفرح العشاق والأنصار. الشرطة يعدلون ليصعدون رفقة الاتحاد إلى الدور القادم، ليصعدون رفقة الاتحاد إلى الدور القادم. الرميات الجانبية بالطريقة يا كورنادو يا كورنادو يا كورنادو يا كورنادو، يا الله يا الله، الكرة بين أقدامك إنها كالسحر الحلال. بنزيما أمام الباسل، بنزيما يتقدم، بنزيما يضعها. الحظ الليلة كريم، الاتحاد الليلة كريم، العميد الليلة كريم. يعتذر إيغور. الله ما أجمل المرور والمراوغة من لاعب واثنين وثلاثة قبل السقوط داخل منطقة الجزاء. يا كورنادو، يا كورنادو، ما أجمل الكرة وهي بين أقدامك. يا كورنادو، كم أنت ممتع، كم أنت جميل، كم أنت واحد من اللاعبين الممتعين للغاية. تسديدة من مسافة، الله، من صاحب الهدف أبو بكر عبد المجيد، كاد أن يضرب قروهي من مسافة بعيدة، من مسافة بعيدة. خطيرة 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 الوصول الآن، ومجموعة كبيرة بالتأكيد من التمريرات المميزة والجميلة ما بين لاعبي الاتحاد. كرة قوية، وهنا قروهي يشاركهم النجومية، هنا قروهي يشاركهم النجومية لتعود مرة أخرى لمصلحة الاتحاد. بالتأكيد رئيس النادي الرجل المميز الآخر أنمار الحائلي. والاستقرار الإداري مهم جدا في الأندية، الاستقرار الفني مهم أيضا جدا في الأندية، وبالتأكيد بأن الاتحاد يستمر بنجاح كبير. الله على النقلات، كريم قوية، لكن باسل